أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بإذن الله نبدأ مع حضراتكم هذه الليلة وهذه الأمسية، وهي عن موضوع تربوي، عن موضوعه كيف نزرع الثقة عند أبنائنا. كيف نزرع الثقة عند أبنائنا. وأتشرف بوجودي مع حضراتكم هنا في غرفة منتدى السلام، وأتشرف معكم ومعكم أخوكم يحيى البوليني. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع بسؤال. في أي موضوع تربوي نتكلم فيه نبدأ بسؤال. السؤال ده بيقول: إحنا لماذا نربي أولادنا؟ لماذا نربي أولادنا؟ ده سؤال مهم جدا، لأن إحنا كمسلمين لابد لنا في أي عمل بنعمله لابد أن نسأل فيه عن الهدف أو السبب في العمل، لأن إحنا نعلم إن أي عمل في الدنيا بنعمله في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى في حياتنا كلها لابد أن نسأل عن السبب فيه، إن هو لابد يتحقق له شرطين. مش كده معايا؟ الشرط الأول أن يكون العمل في ذاته صوابا، والشرط الثاني أن يخلص فيه النية لله سبحانه وتعالى. والآية في نهاية الكهف تقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أهدية أن يكون العمل صواب ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودية إخلاص النية فيها لله سبحانه وتعالى. ويسأل الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن العمل المتقبل فيقول: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، واستدل بهذه الآية. فإحنا الأول السؤال بنسأله: إحنا لماذا نربي أولادنا؟ إحنا بنربي أولادنا ليه؟ واحد، أسباب كتيرة، من أولها أنهم زينة الحياة الدنيا. ربنا ذا سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال إيه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلأنهم زينة الحياة الدنيا لابد أن نحسن هذه الزينة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها أنها زينة في الحياة الدنيا. تاني حاجة إن دي سنة الحياة، دي طبيعة الحياة، لأن أبوك رباك وأمك ربتك، ثم أنت تربي ابنك، ثم ابنك يربي ابنه، وهكذا. دي سنة الحياة ولن يتخلف أي أحد فينا عنها. ولأن سبحان الله يعني أنت بتربي، لأنك أنت بتربي مش ابن. سبحان الله، عايز أنبه حضراتكم لهذا التنبيه. أنت مش بتربي ابن، أنت بتربي أب لك في المستقبل. أنت بتربي أب لك في المستقبل. يعني أنت ما اخترتش أبوك اللي أنت طلعت اللي وجدته، لكن في أب تاني هيجي لك في لحظة الضعف التانية اللي في حياتك. الأب ده هيكون ناتج منك أنت اللي نشأته، وأنت اللي ربيته، وأنت اللي علمته. فبتربي ابن لك تربي أب لك في المستقبل. ثالث شيء، لأن الأولاد دول ذخر لنا وعد لنا لأيام قادمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم إيه؟ لما صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديث ده في صحيح مسلم. فالولد اللي انت علمته الإسلام هيعرف ان بره لوالديه من أساس دينه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قرن بين بر الوالدين بعبادته. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تاني شيء بعد الأمر بالعبادة. فابنك اللي انت علمته الدين وربيته على الدين هيتربى على المعنى ده، ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمره ببره بوالديه، ومن بر الوالدين الدعاء لهما بعد مماتهما. فانت عشان انت لما تربي ابنك يكون لك رصيد بعد كده ان حد يدعو لك بعد وفاتك. فالولد اللي انت علمته كمان الصلاة والصيام والخلق الحسن وغيرها من الأعمال الصالحة من العلم اللي ينتفع به، فبرضه يكون لك بعد ذلك.
الولد اللي انت علمته الصلاة بتثاب على صلاته، سبحان الله، يعني كل ما يصلي انت بتثاب زيه، وكل ما يقرأ قرآن انت بتؤجر مثله. وعندما يتزوج وينجب أولاد ويعلم أولاده هو كمان الدين والقرآن، هيكون لك انت كمان نصيب في حسناتهم. فدي صدقة جارية، يعني الحديث كله في الأبناء، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فاحنا كده بنربي أولادنا. ابن القيم يقول إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. يقول إن الله سبحانه وتعالى بيسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. طب استدل عليها دي بإيه منين؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول، في الرجل مسؤول عن في راعي ومسؤول عن رعيته. وفي الأثر في عاتب والد ولده. وكان حصل في موقف يذكر إن كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن واحد ابنه عقه، فذهب إلى سيدنا عمر يشكوه، فرد الابن قال يا رب يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، يعني أضعتني وليدا فأضعتك شيخا، يعني أنت اللي ما قدمتش العمل الصالح عشان أنا أكون يعني ثمرة من ثمراته. طبعا هذا غير مبرر لأن الابن يفعل أي خطأ، لأن حتى لو الأب أخطأ أو الأب عمل في أعمال غير صالحة في ابنه، مش مبرر إن الابن يعاقبه، لا، بس نتكلم على إن ده موجود، إن فعلا الجزاء من جنس العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ده الحديث ده في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع كما قلنا وكلكم مسؤول عن رعيته، وده أيضا في البخاري. ليه بنحسن تربية أبناء؟ احنا كده عرفنا إن العمل ده من رب أولادنا إرضاء لله سبحانه وتعالى، بنربي أبنائنا لنفعنا في بعد وفاتنا، من ربي أبنائنا لأن ده من إحسان الفعل اللي ربنا أمرنا بيه. بس ليه بنحسن تربية أولادنا بقى؟ هل بنتباهى عشان نتباهى بيه أمام الناس؟ أعرف ناس والله أنجبت أولادها ودخلتهم أحسن مدارس وعلمتهم أحسن تعليم وضغطوا عليهم في كل الضغوط دي كلها، مش عشان حاجة، عشان فقط إن هم يتباهوا بيهم أمام الناس. عايز يقول أنا ابني طلع كذا وابني عمل كذا وابني دكتور وابني مش مهندس وابني معاه دكتوراه، عشان يتباهى بيه أمام الناس. هل أنت بتربي ابنك عشان تتباهى بيه أمام الناس؟ الأمر محتاج صراحة وكل واحد فينا يصارح نفسه. هل احنا بنربي أولادنا عشان يتباهوا بيهم أمام الناس؟ طيب هل بنربي أولادنا علشان يكونوا سلاح لنا في المستقبل لمواجهة الناس اللي احنا ما عرفناش نواجههم؟ يعني في واحد او واحدة بتربي ابنها عشان ينتقم لها من اللي هم اذوها واللي هم تعبوها واللي هم عملوا فيها وخلوا، يبقى هو عايزة ابنها ده عشان يدافع عنها. هل احنا مطلوب ان يكون ده علاقتنا مع اولادنا؟ بنربيهم عشان كده؟ بنربيهم عشان يكونوا سلاح؟ في واحد بيربي ابنه علشان يحقق ما عجز هو عنه. يعني انا كان نفسي احمل الدكتوراه، افضل اربي ابني عشان يحمل الدكتوراه عشان يحقق لي املي. طب انا بنربيه علشان يحقق لي امنياتي انا، ولا عشان هو يكون انسان صالح لذاته وصالح في نفسه وصالح ثم بعد ذلك يعني يكون انسان مسلم صالح، مواطن صالح، انسان صالح؟ يعني هل لابد ان احنا نسأل نفسنا، وهذا الامر يحتاج الى صدق. يعني هل بنربي اولادنا علشان فكرة تجارية؟ بنربي اولادي فكرة تجارية، بصرف عليهم النهاردة عشان يصرفوا عليا بكرة، بصرف عليهم كذا عشان ينفعوا لي لما اكبر. الفكرة هنا لابد ان تخلص فيها النية، انك بتربيه عشان هو يكون كويس، عشان يكون انسان صالح. بتربيه علشان هو امانة في عنقك وتتقي الله سبحانه وتعالى فيه، وتربيه على مبادئ الإسلام وعلى تعاليمه. والأمر كما قلت لحضراتكم يحتاج مننا كلنا إلى وقفة
وصدق في هذا السؤال، أنا بربي أولادي ليه؟ ودي أول شيء بطالب حضراتكم بيه، إن حضراتكم كده ويا ريت تكتبوا معايا النقاط دي. النقطة الأولى اللي اكتبوها هنا، اكتبوا الجملة دي: أنا بربي أولادي ليه؟ وهذا الأمر يحتاج إلى صدق بينك وبين نفسك. أنت بتربي أولادك وتحسن تربيتهم ليه؟ لأن سبحان الله الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيربي. الكائنات كلها تنجب وتنتج أبناء بعديها وتخرجهم للدنيا وتعمر، لكن الإنسان هو الوحيد اللي بيربي. مفيش حيوان بيعلم ابنه كيف يعني يكون لسانه عف، كيف يكون يعني يتصرف تصرفات محترمة أمام الناس. إنه ما فيش حيوان بيربي ابنه على الأخلاقيات والمثل، إنه يحترم غيره ويحترم خصوصية غيره. مفيش الكلام ده. الكلام ده عند الإنسان فقط. الكائن الوحيد اللي بيربي هو الإنسان. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم. ابن آدم ده مكرم، ربنا سبحانه وتعالى كرمه. فاكتبوا حضراتكم الأمر الأولاني ده: أنا ليه عايز أربي أولادي؟ السبب والهدف الرئيسي له. اكتبوا حضراتكم ده الأول. نبدأ بقى في الجزء الخاص بمحاضرتنا النهاردة، وهي كيف نبني الثقة بالنفس عند الأبناء. نبدأ من بداية كده. في صورة أكيد حضراتكم شفتوها كتير، كلكم أكيد شفتوها، صدفتكم على الفيس، صدفتكم في أي مكان. صورة قط يرى في المرآة صورة أسد. أكيد شفتوا الصورة دي. الصورة ديت لابد إنها تكون معنويا في ذهن أولادنا، معنويا في ذهن أولادنا، إنه هو يرى في المرآة نفسه أسد، بحيث إن يتمثل الأخلاقيات بتاعة الأسد حتى لو ما كانش هو أسد. فالفكرة كلها إن المرآة دي هي الأسرة، هي الأبوين. إن هو قليل طفل، بس لازم أهله يدعموه ويقووه حتى يشعر أنه أقوى، ويشعر أنه يحترم نفسه ويحترم ذاته، فبالتالي يكون يعني في حالة أفضل مما هو عليه ويترقى، وإلا هينزل وينهار ويتهاوى. فالإنسان لما بيبني الثقة في ابنه عشان هو بذاته يترقى، عشان هو بذاته يبقى عايز يطمح في المعالي، يطمح إنه يكون صاحب همة عالية. لما يرى أبوه وأمه أشعروه إنه كبير، أشعروه إنه هو كائن محترم وله كيان، فبالتالي لما بيشعروا بكده هو نفسه بيكون عنده الرغبة في إنه يتطور وإنه يعلو بنفسه. فالسؤال هنا: كيف نبني الثقة بالنفس في الأبناء؟ هسأل عليه أسئلة. هل الثقة بالنفس شيء مهم في حياتنا؟ هل الثقة بالنفس شيء مهم في حياتنا؟ طبيعي، لابد، أكيد، يقينا إن الثقة بالنفس شيء مهم في حياتنا في كل شيء. أنت حضرتك أو حضرتك اللي بيسمعوني الآن، تفتكر أول مرة عملت فيها مثلا أي حاجة، أي شيء، أي تجربة عملتها أول مرة، زي إذا تمرست عليها وعملتها أكتر من 20 30 50 ألف مرة؟ مستحيل. ما بعد تكرارك لأي فعل بتكتسب ثقة في نفسك أنك قادر على فعله، فبالتالي بتبقى عندك أسهل. فالثقة بالنفس بتخلي الإنسان يتطور للأمام ويتقدم في عمله، في أي شيء بيفعله، حتى في علاقته بربه سبحانه وتعالى. كل ما كان عنده ثقة في نفسه إنه هو يعني طائع لله سبحانه وتعالى، وحتى لو أخطأ إنه قادر إنه يصحح من خطأه ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى ويتدارك نفسه بسرعة ويرجع ولا يتمادى ولا ينهار ولا يتهاوى. بالتالي الثقة بالنفس شيء مهم جدا في حياتنا، حياتنا للدنيا وحياتنا للآخرة، لأن الآخرة هي حياتنا الحقيقية. هل تؤثر الثقة بالنفس على أوجه الحياة المختلفة، اجتماعية وأسرية وتربوية ووظيفية؟ طبعا لابد تؤثر جدا، كمان تؤثر جدا على المستوى الاجتماعي بين الإنسان وبين كل الناس المحيطين اللي حواليه، وبين على المستوى الأسري
بين كل المحيطين في الأسرة، وعلى المستوى التربوي، على المستوى الوظيفي. الثقة بالنفس دي شيء دافع للأمام، مطور، شيء يجعل الإنسان يعني يحب أن يعني يزيد من أخلاقياته، من سلوكياته، يزيد يعني لا ينقص منها شيء. الثقة بالنفس بتؤثر على أوجه الحياة كلها. والآن هنضرب أمثلة عن ضعف الثقة وعن انعدام الثقة وماذا تفعل في الإنسان. السؤال الثالث: هل يجب علينا أن نساعد أبنائنا على تنمية الثقة بالنفس؟ برضو السؤال ده اكتبوه. هل يجب علينا أن نساعد أبنائنا على تنمية الثقة بالنفس؟ طبعا. هو الطفل اللي ربنا سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الطفل ده هيكتسب ثقته بنفسه ازاي؟ هيكتسب أي سلوك حميد ازاي؟ هينتهي عن أي سلوك سيء ازاي؟ بأهله، بتعليمهم له، بتربيتهم له، بصبرهم عليه، بتعبهم معاه. هل يجب علينا أن نساعد أبنائنا تنمية الثقة؟ احنا يجب علينا كل حاجة. الأب والأم دول يجب عليهم كل شيء، ما بيسألوش يجب علينا ولا لا، من غير ما يسألوا بيعملوا كل اللي هو عليهم. فيجب علينا نساعد أبنائنا تنمية الثقة بالنفس طبعا، يقينا أن يكون يجب علينا. نيجي هنا بنسأل بقى: ايه المشكلات اللي ممكن تواجه اللي بيعاني من انعدام او ضعف الثقة بالنفس؟ نتخيل كده انسان اهله افقدوه الثقة بنفسه، لما يكتروا في الكلام ويقولوا عليه مثلا: انت فاشل، انت ما تصلحش الحاجة، انت ما تعرفش تعمل حاجة، انت بالله عليكم هذا الشخص هيتطور الامام؟ هذا الشخص هيعمل ايه؟ هيحصل له ايه؟ هيشعر بالدونية، ويشعر بالنقص، ويشعر فعلا بالفشل لانه هيستدعيه. وبعد كده هيشعر بالأرق لانه مش عارف يستريح، لانه بيشعر الطفل بالقلق والأرق وعدم القدرة على النوم الهادئ. لانه بيهاب الاجتماع بالناس، وبنفس الوقت بيخشى الوحدة. سبحان الله، يعني بنضع طفلنا او ابننا في أزمة، بل أزمات. مش غير قادر على الاجتماع بالناس، ومش مستريح كمان هو في الوحدة. طب يعمل ايه البديل يعني؟ فمش عارف ينام ومش عارف يخرج للناس، فبيصاب بالأرق. تاني حاجة ان بيصاب بالأنانية. فعلا هل الثقة بالنفس، ضعف الثقة بالنفس بيصيب الإنسان بالأنانية؟ طبعا. ليه؟ لأن الثقة بالنفس بتنتج شيء اللي هو الشعور بالنقص. بتنتج الشعور بالنقص، ولما هو بيشعر بالنقص بيبقى عنده منطق خاص بيه، اللي هو ايه؟ اللي هو انا عايز احقق اشياء لنفسي علشان اشعر ان انا يعني بنجح او بعمل حاجة، او انا ليا مكان في هذه الدنيا، او انا ليا مكان تحت الشمس. فبيشعر ان هو مش عايز غيره، عايز ينظر دائما لنفسه. بيشعر بالأنانية، بيبقى منطقه الخاص ده ان هو انا ومن بعد الطوفان. فبيسعى على فرضه على كل من يعيش حواليه، والمشكلة ان هو ما بيحل الشيء، ما بيجدش سعادة. بالتالي بيشعر بالمرارة والتعاسة لما يعانيه من نقص. يعني بيشعر بالأنانية ويعمل كل شيء في أنانية، ولكنه في الآخر حتى يوصل للسعادة لا والله بيوصل لهاش، برضه بيوصل للتعاسة، لأن هو عمر ما هيعرف يكمل من بره ما نقص عليه وهو في بيته وهو جوه. الشخص ده اللي عنده انعدام ثقة بالنفس أو ضعف الثقة بالنفس بيصاب بحالة من الاكتئاب، لأنه لوحده، بيشعر إنه لوحده. هو بيشعر ليه؟ لأن هو عامل لنفسه عالم خاص عايش فيه، وعايش في وحدة، وعايش في انطواء. لأن هو كل ما عنده فكرة إنه لو خرج للناس كل الناس هتضحك عليه. مش أهله أقنعوه بكده، أهله أقنعوه إن هو فاشل، أهله أقنعوه إن هو مش هيعرف يعمل حاجة. فبالتالي عمل عالم خاص بيه، وهو لوحده ومنطوي على نفسه، ومش عارف يتكيف مع الآخرين، فبيوصل لمرحلة من مراحل الاكتئاب. شفتوا موضوع الثقة بالنفس وصلنا لغاية إيه؟ وصلنا لغاية الاكتئاب. في عرض كمان ممكن يحصل في ضعف الثقة بالنفس أو انعدام الثقة بالنفس،
هو أحلام اليقظة. وأحلام اليقظة في حد ذاتها مش مذمومة، ولكن الغرق في أحلام اليقظة هو ده اللي مذموم. ليه؟ لأنه هو طول ما هو لوحده وبيشعر بعزلة وبوحدة واكتئاب ومش عارف يخرج للناس ولا عارف يتأقلم معاهم ولا عارف يستريح في الوحدة بتاعته، بيوجد عالم بديل، عالم موازي بيعيش في أحلامه. يتخيل بقى ان هو بيطلع ويركب بيعمل كذا وبينجح في امور وبيعمل مش عارف ايه، فبيعيش في عالم وهمي. وممكن يعيشوا في الكرتون ويعيشوا في الالعاب على الكمبيوتر او على اللاب او على التليفون، الالعاب بتاعت التهريج دي، انه حقق ارقام وان هو يعني وصل لمستويات عالية، وكل ده تهريج. ليه؟ لان ده احلام يقظة. كل ده احلام الفاشلين. ان هو مثلا عدى الدور ده وعدى الدور ده، يا سلام، انجز انجازات ضخمة. ايه عمل ايه يعني؟ عمل ايه؟ في كل ده في اللعب وفي التفاهة، لان هو عايش في التفاهة، لانه مش خلاص غير قادر على مواجهة الناس. فبالتالي حاسس بشعور مرير بيراه بيحقق الكلام ده في خياله وفي اوهامه، امال واحلام عجز عن تحقيقها في ارض الواقع. عجز عن تحقيقها في ارض الواقع. في برضو عرض كمان، وهو عرض الخجل الشديد، وده عند الولاد وعند البنات، وعند البنات اكتر. لما بيحصل الاب او الام بيشعروا البنت بالنقص، وانت شكلك وحش، انت تخينة، انت سمينة، انت مش عارف ايه، اي كلام زي كده، انت فاشلة دراسيا، انت هذا الكلام بيجعل البنت مش عندهاش استعداد انها تخرج للناس ولا تكلمهم ولا تتعامل معاهم، وبالتالي بتشعر بالخجل الشديد انها تختلط بالناس، وده كله عواقبه السيئة على حياتها في هذا الوقت، ثم بعدين اكتر كمان مشكلة الخجل الشديد. عرفنا ان في اكتئاب، عرفنا ان في معاناة من القلق معظم الوقت، عرفنا ان في تأخر دراسي. هو مين فينا في حياته ما كانش فيها لحظات ما كان فيها نقص دراسي؟ ولكن لو الاهل ما اخدوش بايدينا، او اخدوا الصحيح ان لازم ياخدوا بايد اولادهم يقيموه من عثرته، ولكن لو الاهل ضغطوا عليه وافقدوه القدرة على المحاولة وعلى النجاح او على حتى الثقة اللي ممكن ينجح، بالتالي هيحصل عنده تأخر دراسي ويستمر مرة واثنين وثلاثة واربعة الى ان يحقق لهم الكلمة حقيقة اللي قالوا عليها انها فاشل، هيبقى فاشل. هذا الطفل كمان بيفتقد الشعور بالامن. هذا الطفل يفتقد الشعور بالامن. هو مين اللي كان المفروض يحتضنه؟ مين اللي كان المفروض يعطيه الثقة ويعطيه الامن ويعطيه الاحتواء ويعطيه الكلام ده؟ مين اللي كان المفروض يعمل كده؟ مش اهله؟ فلو اهله هم اللي اضعفوا ثقته بنفسه، بالله عليكم هيجد الامن ده عند مين؟ ان فقدوا عند اهله هيجد الامن ده عند مين؟ فبالتالي بيفتقد الشعور بالامن على المستوى العام، وبيشعر نوع من الخوف دائما في قلبه، والقلق من المستقبل الدائم، مش القلق حتى الطبيعي او القلق الايجابي، لا، القلق السلبي الدافع للقعود، مش الدافع للقيام والنشاط. لا، ما هو الاصل في قلقين مش قلق واحد، في قلق ايجابي دافع للقيام، وفي قلق سلبي مقعد، وهو ده اللي ممكن يحصل له. الشيء كمان في الاعراض وهو شعور الطفل بالتبعية. هذا الطفل او الابن عامة يعني المفتقد للثقة او ضعيف الثقة في نفسه او منعدم الثقة بنفسه، عايز من يقوده، يحتاج دائما من يقوده. ما عندوش استطاعة ان هو يستقل برأي، لانه عارف هيقول رأي وهيهاجم عليه وهيلام عليه، ويبقى يحصل له نوع من انواع الايه، التبعية او قبول التبعية، وربما هتيجي اوقات ان هو طلب التبعية. يعني لو انت عندك ابن وحصل له، ربنا يعافينا، يعني حصل موضوع انعدام الثقة بالنفس او ضعف الثقة بالنفس، هيسلم قياده لأي حد يوديه في اي مكان، وممكن بعد ما يتجوز يسلم قياده لزوجته او لاهل زوجته او لاي حد، مش شرطا. انا ما بتكلمش على الزوجة في حد ذاتها، انا بتكلم على انه بيسلم قياده لاي مخلوق، اي مخلوق امامه. معايا كده؟ فاذا الايه، فكرة انعدام الثقة بالنفس بتعمل
اشياء كتير جدا بتسبب ان هو بيقسو على نفسه، بيبقى قاسي على نفسه على الغير، يشعر انه ليس كباقي اقرانه، حس انه اقل منهم دائما في كل شيء. تجده كثير الشكوى، دائما كثير الشكوى، بيشتكي من الكل، لان هو فعلا عنده وجهة نظر ان الكل بيراه اعلى منه، هو ربما الكل مش حاسس بكده، هو نفسه اللي حاسس بكده. فبالتالي كثير الشكوى، بيبدو حزين، كما قلنا يفضل الوحدة، لا يستطيع عمل صداقات بسهولة. يعني دايما يقول مثلا انا بفقد صداقاتي، كل ما اعمل صداقة مع واحد واخلص له اجده بعد كده ان هو يتخلى عني. هو ما عندوش ثقة اصلا، ما عندوش ثقة ان هو ممكن اي حد يتمسك بيه، فبالتالي ممكن يفعل اي افعال او اي تصرف يفسره ان هو فقد صداقته، او يخليه يندفع لاي شخص ان ده بيحبه كصداقة، ثم بعد كده ايه يكتشف انه ما كانش صديق بالنسبة للتاني، فيبقى هو بيتصدم لوحده، بيتصدم كتير جدا. بيشعر انه لابد ان يفعل الاشياء لان الاخرون يفعلونها، بيذاكر علشان الناس بتذاكر، بيعمل شيء عشان الناس بتعمله مش عشان هو عايزه. لا يعبر بسهولة عن أفكاره ومشاعره أبدا، تلاقيه بيتكلم نادر الكلام أو قليل الكلام، وما بيعبرش عن اللي جواه، يبقى عايز يقول ويقول لأ، عايز يقول لأ ويقول يعني ما عندوش تعبير عن أفكاره ولا عن مشاعره ولا عن قراراته ولا عن رغباته، ما بيتكلمش، كل شيء مقبول بالنسبة له، لأنه عارف إنه هو ضعيف الثقة حتى في حجته، إنه لو حب يقنع غيره مش هيستطيع يقنعه، فبيفضل الصمت وبيقبل ما يعرض عليه. الشيء الأخير إن هو بيقبل الهزيمة، سريع الاستسلام، سريع الاستسلام في أي معركة، في أي مواجهة، في أي خلاف، في أي جدل، في أي مناقشة، في أي شيء بيقبل الهزيمة وهو سريع الاستسلام. شفنا تأثير ضعف الثقة أو انعدامها على الأبناء. أظن يعني محدش فينا يقبل إن يكون ابنه بالكيفية دي، ومحدش فينا يقبل إن هو يضغط على ابنه الضغط ده إن هو يطلعه بهذا الشكل. ولو حد فينا كده لابد إن يراجع نفسه، أنا راجع نفسي وحضرتك تراجع نفسك وحضرتك تراجع نفسك، إن إحنا ممكن نعمل كده في أبنائنا بدون ما نشعر. كيف نفهم معنى الثقة في النفس؟ الثقة في النفس دي تنتج من حاجة اسمها الايه، السؤال بيقول من أكون. الطفل أو الابن بيسأل نفسه وأنا إيه؟ هو أنا مين بالظبط؟ أنا إيه؟ أنا مين؟ يسأل نفسه أنا مين؟ بيسأل نفسه الناس دي عايزة مني إيه؟ أو أنا محتاج منهم إيه؟ بيبقى عنده الهوية أو السؤال عن الإيه؟ المفهوم الذات. هو ده السؤال الأهم، مش فاهم ذاته، مش فاهم ذاته ولا فاهم الآخرين عايزين إيه ولا عايزين إيه منه، عايز يريح الكل ومش عارف هو إيه المطلوب منه بالظبط. فده بيوصلنا لسؤال إيه هو مفهوم الذات، مفهوم الذات. وهبسط لحضراتكم مفهوم الذات. أنا بتكلم بسرعة معذرة، يعني مش عارف أنا كده الناس مستوعبة معايا ولا لأ، وما عنديش أي تفاعل بيني وبين الناس، فمش عارف والله يا حد، ولكن أنا هكمل، مش هينفع التوقف. مفهوم الذات هو مجموعة من الأفكار التراكمية اللا شعورية، أفكار بتتراكم عندنا يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، وبتتراكم بصورة لا شعورية. أنا لما أسمع كلمة بتقال لي من أبويا، خلاص كلمة من أمي كمان اتكررت، أصبحت بالنسبة لي حاجة شبه الحقيقة، اتكررت من الناس كلها يقينا، أنا سأؤمن بها حتى لو ما كانتش فيا. لو قالوا لي أنت غبي، أبويا قال لي أني غبي، وأمي قالت لي أني غبي، وأخواتي كلهم قالوا أن أنا غبي، والمجتمع كله قال لي أني غبي، أكيد سأصدق أن أنا غبي. يعني يقينا هسأل نفسي ولا كل الناس دي صح غلط وأنا اللي صح؟ أكيد أنا اللي غبي، علشان كده هم شايفيني غبي. فالمجموع مفهوم الذات هو مجموعة من الأفكار التراكمية اللا شعورية التي تتكون من خبرات السابقة
واللي بتظهر بعد كده في شكل سلوكيات بتعبر عنها سواء سلبية او ايجابية. يعني بالله عليكم لو في واحد قيل له انت ناجح انت ناجح انت ناجح انت عبقري انت عبقري انت عبقري انت عبقري، الشخص ده مش هيطلع عبقري؟ يقينا هيطلع عبقري، لانه هيقتنع انه عبقري نتيجة ان كل اللي حواليه قال له انه هو ايه، انه عبقري. فبالتالي مفهوم الذات ده اللي بينقلنا بيخلينا بيوصلوا منين؟ عن طريق الثقة بالنفس. فالثقة بالنفس هي ايه؟ هي فكرتك او شعورك نحو ذاتك بوجه عام. وهل تشعر بالرضا عن ذاتك ام لا؟ ده السؤال المهم، هل تشعر بالرضا عن ذاتك ايه ام لا؟ هي دي الثقة بالنفس. الاباء بقى هم اللي ممكن يزرعوا الثقة بالنفس او ممكن يهدوا الثقة بالنفس، الاباء. فعشان كده تواصل الاباء مع الابناء هو ده اللي ايه، يزرع الثقة بالنفس او يهد الثقة بالنفس. بتحصل مواقف كل يوم، الكلام ده مش شرط انك تقوله بلسانك فقط، بيحصل موقف كل يوم. موقف مثلا لو شفت ابنك بيرتب غرفته، ممكن ترد تقول ايه؟ هتعلق ولا مش هتعلق؟ في ناس هتعلق وناس مش هتعلق، في هنا رد ايجابي في هنا رد سلبي. ففي الموقف ده لو واحد مثلا قالت لابنها ما شاء الله ما انت دايما نظيف، دايما اوضتك جميله، دايما انت بتحب اول ما تقوم من النوم انك انت بتعمل سريرك، انك انت بتنظم مكانك. واحده تانية قالت يلا اهو يوم والله يوم انت اكيد عايز فلوس، انت اكيد عايز حاجه اكيد. سبحان الله، يعني يبقى كده دي احبطته والتانية شجعته. يبقى في هو هنا الايه، الرد الفعل هو هنا المهم، رد الفعل على موقف. موقف تاني لو ابنك الصغير رايح يغسل ايده وبل هدومه ابتلت ملابسه، رد فعلك ايه ورد فعلك ايه؟ هنا برضه في رد فعل ايجابي ورد فعل سلبي. رد الفعل الايجابي انك انت تتكلمي عن هو راح يغسل ايديه ادي قضيه، وراح بل ملابسه دي قضيه تانية. هو احسن في انه غسل ايديه واساء في انه بل ملابسه. فتعالجي الموقف ده او تكلمي عنه ازاي؟ حتى انت شاطر وانت جميل وانت كذا، اي حاجه بحسب سنه يعني. وموضوع بلل ملابسك وبرفع ايدك شمر هدومك اعمل كذا، يبقى ايه؟ بتحلي. انما واحد تاني وانت كل ما تعرفش تعمل حاجه ابدا، هو انت كل ما تعمل حاجه انت 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 انت، الولد هيحبط، الولد هيحبط. لو في موقف ثالث، حاول ابنك يغسل احد الاطباق وراح كاسر الطبق او غسل الطبق بتاعه وكسر الطبق 3-4 مرات يعني، او غسل 3-4 اطباق كسر واحد. برضو ممكن احنا ننظر للموضوع ده باكتر من نظر، برضو في ايجابي وفي سلبي. هو راح يساعد، بنت راحت تساعد وحبت تساعد امها وحبت انها تعمل، ولكن عشان ايديها صغيره وايديها مش متمكنه كسرت واحد من الاطباق. المفروض تعالج الموقف ده ازاي؟ برضو في معالجه ايجابيه ومعالجه سلبيه، واكيد انتم حضراتكم عارفين. فاذا الفكره كلها، لو مثلا ابنك حصل على درجه سيئه في الاختبار، جاء الامتحان وجاب رقم مش اللي انت كنت منتظره، الموقف ده لابد برضه فيه ايجابي وفيه سلبي. يعني ابنك جاب 17 من 20 بعد ما كان بيجيب 12 من 20، يبقى ابنك بيتقدم. لو جاب 19 كان بيجيب 19 ونزل ل 17، يبقى ابنك بيتاخر، عنده مشكله لابد تتابعها. ايه المشكله؟ في الامتحان، المشكله في الماده، المشكله في المدرس، المشكله في كذا. يعني في هنا التعاملات دي بتدل ان انت بتزرع الثقه ولا بتهدم الثقه، وده المهم. انت بتزرع الثقه ولا بتهدم الثقه؟ اكتبوا الجمله دي، انتبه الى كل ما هو ايجابي في سلوك الابناء ودعمه. خليك صياد للايجابيات، صياد للايجابيات، اصطاد الايجابيات. حتى لو في وسط الحاجه السلبيه فيها حاجه ايجابيه، اكد عليها، اكد على الشيء الايجابي، خليه يكرره وما تعلقش كتير على الشيء السلبي. الشيء السلبي علق عليه مره واحده. ولانك انت خد بالك في نقطه مهمه، خدي بالك في نقطه مهمه. احيانا الطفل
بيفعل الخطأ عشان يجذب الانتباه. انا كان جاتني استشارات اكتر من مرة في موضوع غيرة الاطفال، وكنت بسأل في موضوع غيرة الاطفال، بسأل اللي بيسألوني يعني، بسألهم ايه يعني الغيرة، الفعل الخطأ ده حصل امتى؟ قالوا بعد ولادة الطفل او قرب ولادة الطفل الجديد. ها الفعل ده لما بيحصل ايه؟ بيحصل ان الطفل لما بيجد ان في غيره بقى هو الايه اللي خد مكانه، كان ملك متوج هو وابوه وامه لوحدهم وهو اللي عندهم، بس فجأة في واحد تاني شاركه، خد منه مكانه، خد منه المكان السرير اللي بينام مع ماما وبابا فيه، خد منه الاهتمام، خد منه الضحك والابتسامة، خد منه الخبر الأول. يعني كان الخبر الأول في أي نشرة ماما تتكلم فيها مع بابا ولا تكلم حد في التليفون ولا حاجة، تقول له فلان 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 فلان، فجأة بقى في فلان تاني، شخصية تانية اتخذ منه كل حاجة، فبالتالي كده لازم يغير. فأحيانا الطفل ده بيعمل الخطأ عشان يرجع هو الخبر الأول تاني في النشرة، حتى لو يعمل الخطأ، بس المهم ان هو يبقى ايه، مصدر يستحوذ على الاهتمام. فهنا الطفل ساعات بيفعل افعال زي دي عشان يجذب الانتباه. وانا لو انا ساعدته وانتبهت على الحاجات دي وعلقت عليها التعليق الكثير، يبقى انا ساعدته على الايه، انجاز المهمة او الهدف اللي هو كان عايزه. ففي عندنا حاجة في تعديل السلوك اسمها الاطفاء. الاطفاء يعني ايه؟ يعني لما يكون عندك حاجة زي دي وعايز تخليه ينتهي عنها، اعمل نفسك مش شايفها، ما تعلقش عليها، فبالتالي مش هيحصل له الانتعاش واللي هو بيشعر بيه ان هو استطاع ان يستفزك، واستطاع ان ينفذك، واستطاع ان هو يخليك تطلعي عن اعصابك، يبقى هو عمل الشيء. فلو انت ما استجبتيش لاستفزازاته، بالتالي مش هيحصل ايه، مش هيحصل له الانتفاش ده، ومش هيحصل له الايه، الانتعاش، نتيجة ان هو استطاع انه ينرفزك او استطاع ان هو يخليك تتعصبي. فالسلوك ده بنسميه، او تعديل الطريقة دي تعديل السلوك اسمها طريقة الايه، الاطفاء، زي الحريق كده وتطفى عليها مية، هو ده كمان زيه. فساعات تعليقاتنا على السلوكيات السلبية بتعززها وتخليها ايه، وتخليها تكتر. في عندنا تنبيه بقى هنا، ما تتكلميش عن ابنك وعن مشكلاته قدام الطفل نفسه. يعني مثلا واحدة تروح عند ناس زيارة ويبقى موجود، والله ده فلان ده ابنك ده كويس لا والله ده تعبني، ده درجاته وحشة، ده مستوى ضعيف، ده ما بيسمعش الكلام، ده غبي، ده مش بيفهم، ده حركته كتيرة، ده بيحرجني قدام الناس، ده مش بروح في اي مكان بسببه و و و و و بالله عليكي ابنك لما يسمع الكلام ده وقدام التانية والتانية بتقول ابني ده شاطر ومنظم وجميل وابني ده كذا وابني، مع ان الستات غالبا يعني معظم، في ناس كتير تعتقد ان الشكوى رأوة زي ما بيقولوا، يعني عشان يعني ايه بتشتكي منه علشان ما حدش يحسده، لكن للأسف هي بتدمر في شخصية الطفل عشان الجملة. طب حتى لو اضطريت تقولي الكلام ده ولا كنت عايزة تقوليه، مع ان انا لا احب انه يقال، اللي كنت عايزة تقوليه ما تقوليش قدام ابنك عشان ما تحطميش شخصيته وما تحطميش نظرته لنفسه. يبقى هنا ما تتكلميش عن مشكلات ابنك امامه، وبالتالي عشان ده بيحطم شخصيته، بيخلي نظرته دونية لنفسه، بيشعره بالدونية بينه وبين نفسه وبينه وبين أقرانه. لو انت الكلام اللي انت قلتيه ده، الرسائل اللي وصلت لابنك ايه في الحالة دي؟ بالله عليك الرسائل ايه؟ الرسائل وصلت ان دي رسائل سلبية بتنتهي بالوصم بالعار، يعني حاجة بتبقى عنده سلوكه التصقت الشخصية بالصفات المعيبة، وبالتالي بيحصل حاجة عنده ان الشخص نفسه هو اللي بيكون معيب مش سلوكه. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ لو انت قلت على بنتك الكلام ده انها كسلانة وعامله لي مشاكل وانها غبية هتقول انا وحشة وانا سخيفة وانا محدش بيتحملني وانا بيلتصق عندها الكلام ده مش على السلوك، لانك ما تكلمتيش على السلوك، انت اتكلمت على السلوك، هي اتكلمت على الشخصية.
فهي خدت الفكرة عن نفسها، طبعت الفكرة عن نفسها انها سيئة، انها لا تصلح لشيء، انها ما تنفعش لحاجة. فهمتني كده؟ يبقى اقصد ايه؟ ان الكلام اللي فات ده بيوصل رسائل سلبية، واحنا مو دورنا نقدم رسائل سلبية، دورنا نقدم رسائل ايجابية بقدر المستطاع. صورة الذات بتاعته اذا اتكررت هذه الافكار وتكررت هذه الكلمات امام مرة واثنين وثلاثة، بتتحطم صورة الذات بتاعت ابنك في نفسه بغرس القيم من المفاهيم السلبية دي. فلما بيحصل انك انت بتكرري الكلام ده، ابنك بيحط صورة عن نفسه سيئة ويستمر عليها. والعلاج كده انك انت توصل له رسالة ايجابية، تقولي ما تكلمي عن ابنك قدام الناس عن ايجابياته، تكلمي عن ايجابياته بس، حتى ابنك يتحرج ان حتى يعمل الغلط لان هو انت ما فضحتهوش قدام الناس. تكلمي عنه قدام الناس عن ايجابياته، عن الحاجات اللي بيعملها كويسة، عن كذا عن كذا. عشان ايه؟ حتى لو انت عندك تعليقات سلبية حوليها لتعليقات ايجابية عشان يتعدل سلوكه. ده هو ده هيبقى شاطر وهيسمع الكلام، ما دي معناها بيسمعش الكلام، بس هيبقى شاطر وهيسمع الكلام، غير ان هو بيسمعش الكلام ومدوخني وتعبني. كنت عايز اقول لحضراتكم على موقف هنا عن تأثير الكلمات واختلافها، اتمنى تكونوا سامعيني الان. كان في واحد شاف رؤية، والرؤية ديت ان اسنانه كلها اتكسرت، فراح لواحد معبر للرؤى فقال له كلمة، قال له ان اهلك كلهم هيموتوا، اهلك كلهم هيموتوا. فطبعا الراجل زعل جدا من الرؤية دي واتضايق جدا منها وشعر باكتئاب شديد جدا. اهلك كلهم هيموتوا، هيجيلهم حاجة يموتوا فيها، يعني ايه؟ هيفقدهم جميعا. راح لواحد معبر تاني علشان يطمنه ويريحه، فقال له لا دي بشرة خير، ده حاجة كويسة خالص. قال له ازاي؟ قال له لو سيمد الله عز وجل في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. سيمد الله سبحانه وتعالى في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. بالله عليكم الكلمتين دول مش واحد، التعبيرين مش واحد. التعبير الأول لتأويله للرؤية وتعبير التاني للرؤية، مش الاتنين واحد، لكن واحد صاغها ازاي ان اهلك كلهم هيموتوا وهتفجع فيهم، والتاني سيمد الله عز وجل في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا. اظن الفرق واضح. الانسان يستقبل التانية براحة لكن يستقبل الاولى بألم. فحتى لو في تعليق عندك سلبي حوليه لتعليق ايجابي عشان تعدلي السلوك. المثال مثلا في واحد تقول لابنها انت قذر، ما بتحبش النظافة والنظام. طب تقول له انت بتحب النظافة والنظام واوضتك جميلة وهتبقى اجمل لو عملت كذا، تقول له انت على طول خجول كده، انت على طول مكسوف، انت بنت، انت زي البنات، انت مكسوف على طول. طب كده انت زودت ايه ده؟ اضعفت ثقته كمان انه ممكن يتحرك عن كده شوية. انت بتقول له انت ما بتعرفش تحسن الاستماع، انت بتقاطع الاخرين. تقول له انت بتحب تسمع للكبار، انا عارفاك انت بتحب تسمع للكبار وبتحب تسمع تاخد الرأي الناس وتتعلم. يعني الكلام ممكن يقال بصيغة غير الصيغة. يعني انت ممكن تقول غرفتك اجمل وهي نظيفة، ما دي مش معناها ان انت غرفتك مش نظيفة زي انت قذر دي الكلمة اللي فاتت. تقول له مثلا احيانا بتتصرف بخجل، مع ان انت خجول انت. طب ما رأيك لو تستمع حتى اكمل كلامي ثم تسأل عما تريد؟ لو هو بيقاطع الناس بيقاطعها كده، تقول له انت على طول بتقاطع الناس وانت على طول. طب ما تقول له طب ما تسمع كلامي نكمل وبعد كده تسأل على اللي انت عايزه. اعتقد اختلاف التعليقات دي ده تعليقات ايجابية، انما التعليقات اللي فاتت تعليقات ايه؟ سلبية. فيها اوقات مثلا بيحصل فيها يعني زي وصم غير مباشر. يعني ايه وصم غير مباشر؟ يعني ممكن تقول له فلان بيعمل كذا، فلان بيعمل كذا، يا ريتك زي اختك. هو انا كل مرة لازم اقول لك اعمل كذا؟
ايه اللي جرالك؟ هي ايه حكايتك؟ انت ليه كده؟ اسئلة ملهاش اجابات، ولكن المقصود بيها التقريع، والمقصود بيها الوصم غير المباشر، ان هو مش نافع، ان هو ده شخصية يعني لابد ان تلقى ولابد ان ترمى، ملوش مكان. فبالتالي الوصم ده كأنك بتصميه بشيء، تصميه يعني تصفيه بصفة تثبت عليه، بيسموها وصم. وزي ايه؟ زي الشيء يعني يلتصق به لا ينتزع منه، فده اسمه الوصم. فاحيانا بيحصل كده، بيحصل وصم لايه؟ الواحد بيتكلم مع اولاده بيوصفهم وصفات، الصفات دي بتلتصق فيهم في اذهانهم. فالمفروض الانسان ما يقارنش حد بيه، ما يقولوش خليك زي فلان، خليك زي فلان، خليك زي فلان، ده فلان بيعمل وفلان هيكره فلان وسيرة فلان وكل ما له علاقة بفلان. طيب، دور الأسرة ايه في تكوين مفهوم ايجابي حوالين الذات بقى؟ اولا، الأسرة تشعر الطفل بالأهمية والقيمة غير المشروطة. يعني ايه غير المشروطة؟ احيانا في واحدة تقول لابنها اسمع الكلام عشان احبك، اسمع الكلام عشان احبك، ولو ما سمعش الكلام هتكرهيه يعني. اعمل كذا عشان احبك، عشان بابا يحبك. طب ولو عملش كذا ده ابوه هيكرهه. اذا الكلمة دي ان حتى الحب يكون مبادلة مشروط. لا، الحب مع الابن غير مشروط. انت حتى لو اخطأ الابن، اخطأ او تصرف سيء، انت لازم تشعره ان انت بتكره منه هذا الفعل لكنك بتحبه لانه ابنك. لازم يوصل له معنى ان هو محبوب لانه لازم يتحب ويستحق انه يحب ويستحق السعادة ويستحق النجاح بغض النظر عن سلوكه وعن درجاته وعن انطباع الناس عنه. عشان كده اول ما هيسمع الكلمة دي وتترسخ في ذهنه هيقول استطيع تحمل المسؤولية، اتعامل مع الناس، يؤمن بقدراتي، واستطيع ان اواجه التحديات مع اواجه المشكلات الصعبة. ليه؟ لان انا كفء ان انا احب على ما انا عليه، مش احب علشان بفعل كذا، لا احب عشان السلوك، ولكن احب عشان الذات. فده الاسرة بتكون مفهوم ايجابي لابنها، تشعره بالقبول، ان احنا نقبله، يعني ان هو مقبول، مش كائن منبوذ، ان هو مش مقبول بينا. وبنجعل الحدود في الاسره واضحه ومرنه عشان الواد يتعلم الايه؟ يتعلم منا كل ما نريده. الطفل لابد يتعلم ما هو مقبول وما هو غير مقبول، بس الاول ايه؟ نعزز الالتزام بالحدود دي بشكل مستمر. اتمنى يكون الكلام واضح، انا بس بسرع شويه عشان الوقت يعني. تاني حاجة او حاجة مهمة كمان، خلي لابنك الحق في مناقشتك. انت حطيت قواعد منزلية، تجنب الصرامة. ليه؟ لان الصرامة دي هتوجد شخصية تابعة. الصرامة دي حلوة جدا، بتحقق الامنيات وبتحقق النتائج، بس اجعل لهم باب يناقشوك فيه، حتى ولو في اقل القليل في اي موضوع. يعني مثلا لما تخرج في موضوع او مشوار، استشيرهم، قول لهم رايكم، خليهم يعترضوا عليك، مش يعترضوا، يقولوا رايهم ومشي رايهم عشان يشعروا ان هم بيمشوا رايهم بحاجات بيفضلوها بيعملوها. اجعل لهم الحق، افتح لهم الباب في مناقشتك، مش المناقشه مرفوض اللي يقولوا يتسمع. انا مش الكلام ده كله قد يصلح على فكرة في الفترة الأولى وهم أطفال، لكن بعد كده مش هيصلح. فلابد الصرامة دي تخف شوية، عشان إيه؟ القواعد بتطغى على ذاتية الفرد، بتسحق الأفراد، بتسحق الشخصية. أنت كمان كن قدوة لأولادك في تكوين المفاهيم الإيجابية حول الذات. فقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الأب مش مفهومه مش ايجابي حوالين ذاته، طب بالله عليكم مطلوب الابن يكون مفهوم ايجابي حوالين ذاته؟ فقد الشيء لا يعطيه. فانت لابد يكون انت اصلا عندك مفاهيمك الايجابيه حوالين ذاتك، انك قادر على التغيير وقادر على فبالتالي ابنك يلتزم او يظهر ويراك بهذا الشكل، فيكون
قيمة حول نفسه، ويكون ايه يعني فكرة عن نفسه وتصور صحيح عن نفسه ايجابي مش تصور سلبي. لو اللي حضراتكم سامعيني الان يا ريت تكتبوا، اكتب رسائل يؤدي مضمونها الى شعور طفلك باهميته وقيمته في حياتك وحياة الاسرة. اكتب كم رسالة كده، اكتب نقاط، جمل، انت كذا انت كذا انت كذا. اكتبوا النقاط دي. مثلا انا سعيد بوجودك في حياتي. احنا بنحبك مش عشان شكلك ولا مواهبك ولا انك انت حتى بتسمع كلامنا، احنا بنحبك كده كلك على بعضك. بنحبك عشان انت ابننا، بنحبك علشان انت فلان، احتياجاتك بتهمني، يعني الحاجة اللي انت محتاجها ده شيء انا بحرص عليه. افكارك ومشاعرك شيء مهم بالنسبة لي، انت لك مكانة في قلبي محدش يقدر يحل محلها. الكلمات دي اكتبوا زيها، اكتبوا زيها. وعشان هتتبعت لولادكم. هتتبعت ازاي للولاد؟ يعني الانسان ممكن ما يتعودش يقول الكلام ده، تتبعت بالحديث المباشر اللي اتعود عليه، تتبعت بنبرة الصوت. احيانا في فرق بين كلمة حاضر اللي هي الهادئة، وفي حاضر. حاضر تحس انها شتيمة، مش حاضر دي. فنبرة الصوت هنا بتغير من المعاني. ممكن نوصل الرسالة دي باللمسة الحانية، مش شرط ان نقول له الكلام ده كله، نحضر الولد او البنت. بنوصل الرسالة دي بقضاء وقت كافي مع الطفل، نقعد معاه، نتكلم معاه، نكلمه، نقعد معاه حتى لو بيلعب، نقعد معاه وقت كافي مع الطفل. بنوصل الرسالة دي بالإنصات للطفل، استمع له بيتكلم واسمع له. أنا أسمع له في كلامه حتى لو بيتكلم كلام، وأكيد بيتكلم كلام أطفال، كلام يعني غير عاقل يعني، ولكن نسمع له. يا سلام، ويحكي لي موضوع كده واهتم واعمل نفسي بتعلم عشان يشعر بالقيمة ويشعر بالذات. هنا عشان تنمي الثقة في النفس بقى لابد ان هو يكون قادر على اتخاذ قرار. نمي المهارة بتاعت اتخاذ القرار ده عنده. نمي المهارة بتاعت القدرة على الاختيار، نميها. في الاول طبعا هيختار غلط ويختار، بس انت مطلوب منك تنميها. نميها مبكرا جدا، في الاول خالص نميها. وحدد حضراتكم السن، تقدر تعمل ايه في سن الطفل بحيث انك انت تنمي عنده القدرة على اتخاذ القرار. من سن سنة لغاية سن 5 ممكن تقول له ايه؟ تقول له تشرب عصير تفاح ولا برتقال. كلام بسيط خالص، واللي يختاره اعمله، او اللي يختاره شربه له. مامته تقول له مثلا تاخد حمامك دلوقتي ولا كمان شوية. اختيار بين حاجتين، بين توقيتين، حاجة بسيطة. تحب تلبس البنطلون ده ولا ده؟ عايز تعزم مين على عيد ميلادك، او يعني كان تعزم مين على اي حفل، يعني عشان من لا يحتفلون بعيد الميلاد او لا يرونه جائز. عايز قصة او كتاب تحب تقراها النهاردة، كتاب ايه؟ مش عايز ولا لا، كتاب ايه؟ نقرا لك قصة ايه؟ الاختيارات البسيطة دي بتخليه بتزود له القدرة على اتخاذ القرار. ويا سلام بقى لما تقول له تلبس البنطلون ده ولا ده، يقول لك البنطلون ده. تقول له ليه؟ هيقول اي سبب. اعملي نفسك مقتنعة. يا سلام. وخليه يدافع عن رأيه بحيث انه يكتسب القدرة على الاقناع، يكتسب القدرة على الدفاع عن رأيه. تقول له ليه البنطلون الازرق؟ يقول لها عشان ده يناسب القميص ده. فاكر يعني وجهة نظرك كده، يعني انت مش عارف ايه. خلاص قولا واحدا، جواب نهائي، مش عارف ايه يعني انه تلبس الاسمر لا الازرق. خلاص اكيد. ولما تقول له ما يلبس البنطلون الازرق تقول له تصدق ان كان عندك حق، والله شكلك كده اجمل. اقول لها طبعا ما انت عارفه انا ذوقي. بس خلاص بتنمى عنده موضوع الايه، موضوع القدره على اتخاذ القرار والدفاع عن رايه. والدفاع عن ايه؟ عن رايه. من سن 6 ل 12 تعمل واجبك دلوقتي ولا بعد الغداء.
تحب نقضي الأجازة فين؟ الحرية في اختيار ما يشاهده من المواد في ضوء المسموح، في ضوء المسموح. يعني في برنامج كذا وبرنامج كذا، يختار ايه يتفرج عليه في ضوء المسموح. خدوا بالكم، انا بس التنبيه ده لابد ان اكد عليه، في ضوء المسموح. الاختيارات بتبقى اوسع شوية. يعني بياخد درس مثلا عند فلان او عند فلان، بياخد مش عارف ايه، يعني حاجات اوسع، ويكون وجهة نظره بدأت تتضح، ويكون اصبح قرار، وهو بياخد قرار اصبح ان هو بيدافع عنه بقوة، ويدافع عنه بوجهة نظر، ولابد تسمعي لها وتناقشيه هنا وتناقشوا هنا. لابد تناقشوه هنا، ان يحصل نقاش، واحد فيكم يقنع الايه التاني. ما يتعملش امر الا بايه؟ الا بنقاش. لو مثلا يجي موضوع ان هو يصحى الصبح دي وهو رايح المدرسة، الام تصحي من اول ولغاية 6 سنين مثلا، لكن بعد ال6 سنين بعد المدرسة كده يبدأ تعوده ان الميعاد بتاعك فيه منبه، اظبط ميعادك عليه، اظبط ميعادك عليه. فعشان كده ايه؟ فعشان كده لابد هو يظبط نفسه على الموعد عليه. لا اله الا الله. الحرية في اختيار ايه؟ السلام عليكم. الحرية في اختيار الميعاد، الموضوع الميعاد بتاعه، ان هو يتحمل مسؤولية ايه؟ مسؤولية نفسه، وان يكون له المنبه الخاص بتاعه، عشان هو اللي يقوم للايه؟ لنفسه في عمل، في صحيان، يتحمل مسؤولية نفسه. ده الكلام ده من سن. بعد 12 مختلف، بعد سن 12 مختلف، ان يحترم مفهوم الخصوصية له ولغيره، ويعمل طعام الأسرة مرة في الأسبوع مثلا، بيشتري ملابسه بنفسه، بيعتني بحجرته ويحتفظ بممتلكاته، ويساعد الأسرة على اتخاذ القرارات. ده بعد سن 12. بعد سن 12 يعني ده من تنمية الايه؟ من تنمية مهارة اتخاذ الايه؟ مهارة اتخاذ القرارات. هنا نكون خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى الدورة بتاعتنا او اللقاء بتاعنا، وان شاء الله لو فيها اسئلة تحت امر حضراتكم، وربنا يبارك فيكم وتقبل منكم يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وربنا يرضى عنكم ويجزيكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.